السلام عليكم. كي دايرين الاخوه؟ الصراحه هاد الفيديو غادي نديروه قصير على كل ما يتعرض له الاخ يوسف الزروالي. دابا الامور بدات تتبان، الانسان خصو يعرف بان الاخ يوسف الزروالي تيتعرض لمؤامرات. هذه المؤامرات ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى غادي توضح. الامور بدات تتبان من القضيه ديال الايتام لان دابا الان باغيين يسقطوا التجاره في البشر، ولكن الله غادي يحفظه. وهادشي اللي تنشوفوه الصراحه الله ما بقاش تيعجب، لان الاخ يوسف غير اللي خرج تيبغي يهاجمو رغم ان الدلائل وكل حاجه واضحه، وتيحط اي حاجه بالدليل ديالها وكل شيء. تنتمناو من المتابعين ديال الاخ يوسف الزروالي الطيبين يفهموه، لان راه الاخ يوسف تيقلب على البراءه ديالو. الانسان ملي تيبغي يقلب على البراءه ديالو تيستعمل جميع الطرق باش يبين البراءه ديالو. الصراحه الله يوسف مسكين راه وطني وملكي وتيبغي الخير للناس، غير ما خلاوش هاد الناس لا حول ولا قوه الا بالله ما خلاوش يكمل في هاد الطريق ديال الخير. انا باغينا في هذا العالم ديال الانتقاد والشكايات وبالتالي ردو تيقول لك مشتت الاسر. واش عمره هو مشى عند شي اسره بحث عليها وشتتها؟ شفنا جماع شحال ديال الاسر، وحده مسكينه اللي كانت ضربات القطه وحماقت شحال وهي غايبه على راجلها ومشى جمعهم مسكين وعاونهم. ما ننساوش الخير ديالو، الاعمال اللي كان تيدير ديال الخير، شحال من واحد دخل عليه الفرحه. بالنسبه لي انا نعتز بالاخ يوسف الزروالي صراحه الله، وتنتمنى الانسان يشوف بعين الرحمه لان راه ما تعداش زعما الخطوط الحمراء ولا الانسان الا خرج في واحد الوقيته من فاعل الساعات ولا وتنضامنوا مع العائله ديالو كامله. انا صراحه مسكينه امي مينه معذبه، انا الولد ديالها تتشوف هادشي اللي تيوقع له، اي ام تتشوف هاد الولد ديالها شنو هادشي اللي تيوقع له ما الخاطر ديالها ما تيرتاحش. ولكن بقدره الله غادي ينجيه من هاد الحاقدين الحاسدين اللي باغيين مسكين يطيحوه. لكن اللي تيحفر له شي حفرات تيطيح فيها. انا يوسف مهور وولد الخير، واللي في قلبه على لسانه الله يدير له شي مسلك ديال الخير. هذه هي الدعوه اللي ندعيو معاه، ان بعد الساعات تتلقى كي تيقول لك لا غالب الا الله، الجهد الا جهد الله. تنتمناو الامور تخرج له سالمه ويبعد عليه الله كل مكروه. تنشكروا كل واحد وقف معاه في السراء والضراء، لان راه خونا ويستاهل. الله يحفظكم.